الإذاعة العربية 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM سيدني أستراليا، وعلى الرقم 0400444900. تحية طيبة أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجنا تحت السطور. للأسف مجتمعنا تتغلب عليه كلمة الناس تحكي والناس تقول. إذا أنت خوش آدمي وتصلي وتصوم الناس تحكي عليك، وإذا العكس هم الناس تحكي عليك. لذلك أقول لك خلي همك الأول والأخير هو إرضاء رب العالمين واترك الناس. كنت وما زلت أسأل عن علاقاتنا بالناس، وليش نحسب لهم ألف حساب؟ ليش ما نقوم بتصرفات حتى ما يتكلم عنا الآخرين؟ وليش وصلنا درجة صار كلام الناس هو الأساس حياتنا؟ ليش صار رأي الناس أهم من رأينا؟ وكلام الناس أهم من سعادتنا؟ ونظرة الناس إلنا أهم من نظرتنا لأنفسنا؟ كم مرة ما سوينا الأشياء اللي نحبها حتى ما يتكلم عنا الناس؟ كم مرة منعنا نفسنا نضحك حتى ما يقال علينا هذا إنسان مو مهذب؟ كم مرة منعنا نفسنا من إظهار الحب للآخرين حتى ما يقال عنا هذا رامي حاله؟ وكم زوج حب زوجته وما قدر يظهر حبه قدام الناس حتى ما يقال عنه سحرته زوجته؟ فرحتك بخطوبتك، بزفافك، بتخرجك راح تزداد إذا سويت كل شي تتمناه، ولا تخلي شي بنفسك أنت تقدر تسويه، لأن الحياة قصيرة جدا. كثيرة المواقف اللي أعجز عن حصرها وعدها وتستوقفني بشدة. يستوقفني عجزنا عن عيش حياتنا بالطريقة اللي نريدها خوفاً من كلام الناس. ما راح يتوقف ذاك عن مراقبتنا، ولا راح تتوقف هذه عن إطلاق الشائعات عنه. ما راح يتوقف زميل عن رصد أخطائنا بالعمل، ولا راح تتوقف امرأة عن تفسير حياتنا مثل ما تريد هي. إذن ليش نعيش حياة إحنا مو حابين نعيشها، ولكن العكس تماماً نعيش مثل ما الناس تريد؟ ليش نمنع سعادتنا، حبنا، صداقتنا، فرحتنا، حتى نمنع كلام سيقال في كل الأحوال؟ أنت اللي تسمعني حالياً، عيش حياتك مثل ما تريد. عيش حياتك بعيداً عن تحليل الزملاء وظنون الأقارب، وبعيداً عن كل شيء ما يتماشى ويا ذوقك ومشاعرك. فأنت إذا عشت مثل ما تريد راح تكفيك السعادة اللي عشتها. اترك الناس يفكرون مثل ما يردون، إلهم ظنونهم وأفكارهم، وإلك وحدك مشاعرك. ترى إذا عشت سعيد راح تلقى من يشاركك سعادتك، أما إذا عشت حزين ما راح تلقى أحد يوقف لك، وراح يتركوك ويملون من حزنك، وترجع وحيد مثل ما كنت. حينها جملة ليتني عشت مثل ما أريد ما راح تفيدك. عيش بجنون، فما لذة العيش إلا للمجانين. عوفك من الحزن والهم، وعوفك من كلام الناس، فهي أول مدمر لكل شيء. مع السلامة.